السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل إسرائيل تصدر قرارا عاجلا بشأن سكان مستوطنات غزة. تبادل الأدوار، سفاح التجمع يكشف تفاصيل صادمة. إسرائيل تصدر قرارا عاجلا بشأن سكان مستوطنات غزة. قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الحكومة قررت تمديد قرار إخلاء سكان مناطق غلاف غزة، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت قرارا بإخلاء جميع الكيوتسات والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وعددها 25 مستوطنة، عقب معركة طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في 7 أكتوبر 2023. وبموجب القرار الذي اتخذ بموجب أنظمة الطوارئ، تم إخلاء المنطقة التي تبعد عن حدود قطاع غزة مسافة من 0 إلى 7 كيلومترات، وبلغ تعداد من تم إخلاؤهم 65 ألف شخص. كما نزح عشرات الآلاف من سكان مناطق النقب الغربي وسيدروت وعسقلان بمبادرة ذاتية منهم، ودون أن تلزمهم تعليمات الجبهة الداخلية بذلك، حيث يبلغ سكان هذه المنطقة القريبة من الغلاف أكثر من 200 ألف. ونتابع تبادل الأدوار، سفاح التجمع يكشف تفاصيل صادمة عن علاقته بأم شهد القوادة وابنتها. بورسعيد أدلى كريم ميم الملقب بسفاح التجمع باعترافات جديدة أمام جهات التحقيق في التحقيقات الجارية معه في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثاني بورسعيد، بالمتهم فيها بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث. وكشف المتهم تفاصيل احتفاله بعيد ميلاده الأخير، وماذا طلب من حنان الشهيرة بأم شهد التي كانت تحضر له فتيات الليل، قائلا: طلبت من أم شهد ابنتها فقالت لي شهد طفشانة من 8 شهور، فقلت لها عاوز واحدة تبسطني، قالت لي عندي اللي تبسطك، قلت لها معاها بطاقة، قالت لي لا، قلت لها تمام هاتيها وتعالي قبليني عند نفق المترو. وأضاف المتهم: جابت لي واحدة اسمها آية وركبوا معايا العربية، أعطيت أم شهد 1000 جنيه وقلت لها انزلي، وقبل ما تنزل أعطيتها 1000 جنيه. كمان استغربت لأني بعطيها في الواحدة 1000 جنيه بس وتقسميها هي وهي معاها. قلت لها أصل النهاردة عيد ميلادي وعايز أفرح الناس، وقضيت يوم مع آية وبعدين تخلصت منها ورمتها في طريق القاهرة الصحراوي. ومن علاقته بأم شهد وابنتها، قال سفاح التجمع: كنت أشعر بالمتعة مع شهد البالغة من العمر 18 عاما، ومارست معها الجنس أكثر من 10 مرات. كنت دائما بطلبها من أمها لأنها كانت بتمتعني، ومعها اختلفت الأدوار، فأنا كنت بقوم بدور الست وهي الراجل باستخدام أجهزة معينة، وكانت تضربني وتعذبني، ويكون آخر مزاج هي الوحيدة التي طلبت منها تعمل معايا كده. علشان كده ما فكرتش إني أقتلها، وكنت بمارس مع أمها كمان في البيت وفي العربية لما تكون شهد مش موجودة أو ما فيش ستات عندها. علشان كده ما فكرتش إني أقتل أم شهد، لأنها كانت بتجيب لي الستات حسب طلبي، وأهم حاجة ما تكونش معاهم بطاقات الرقم القومي علشان لما أتخلص منهم ما حدش يتعرف عليهم. وأعلنت النيابة العامة المصرية في بيان لها عن تلقيها اختارا يوم 16 من مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد. وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت
إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها إلى مسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه. وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقات بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة وتعاطي المواد المخدرة معهن ومعاشرتهن، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفي. كما أشارت النيابة أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقي جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جاري استكمال التحقيقات. وأصدر قاضي التجديد قرار بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يوم على ذمة التحقيقات الجارية في القضية. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.